قبل ما ابدا اي تمرين لازم اتاكد اني مسخن كويس جدا وجسمي جاهز للتمرين اللي هلعب عليه النهارده. بدأنا بشوية استرتشات كده وخلصناها، وهنسخن بعد كده المرحلة اللي بعديها على الكابلات. الاشكال اللي بنعملها على الكابلات هنا بتسخن عضلات الروتيتور كاف. عضلات الروتيتور كاف من العضلات المهمه اللي بتبقى ماسكه مفصل الكتف وعضلات الكتف، لازم تسخنها كويس جدا. وعلى الكابلات يا ريت مش بس بالدمبل عشان تتجنب اي اصابه تحصل في الكتف وتبقى جاهز للتمرين، وتعرف كمان تشيل الاوزان بتاعتك وتزود عليها. ودلوقتي هنروح للخطوة اللي معظم الناس بتنساها قبل ما تبدأ تمرين وبيخش على التمرين على طول، وهي اني اسخن على شكل او شكلين من اللي عندي في التمرين النهارده. والكلام ده قلناه في كل حلقة، وكنا عاملين حلقة بالتفصيل عن التسخين، بس هحط لكم اللينك بتاعها فوق واسيبها لكم في الديسكريبشن تحت، ممكن تتفرجوا عليها برضو. في كل خطوات التسخين بالتفصيل من اول الكارديو وتسخن ازاي على المشاية لحد ما تبدأ اول مجموعة عندك في التمرين. واول شكل معانا هيبقى البار انكلاين بنش بريس، هلعب بالبار العالي. بس برضو ما تنساش حاجة، قبل ما ابدا هخش مثلا مجموعه او اتنين بوزن خفيف خالص عشان اسخن العضله قبل ما ابدا عليها، ابقى مجهزها للتمرين. وبرده ممكن تسخن على شكل بنش تاني مجموعه او اتنين وتسخن هنا وبعد كده نبدا على طول. وعشان تظبط الجهاز ده صح بيبقى فيه علامات هنا، اهم حاجه تخلي الاتنين زي بعض بالظبط، تمام؟ وتختار صباعك بحيث وانت طالع وجاي تنزل تبقى الزاويه عند كوعك 90 بين دراعك وبين الساعد عندك، تنزل 90 وتطلع. ولا ابقى مثلا ضيق قوي، بص الزاويه هنا بقت عامله ازاي، مش 90، ولا توسع قوي بحيث تنزل تبقى واسعه قوي، لا بتظبط صباعك بحيث تبقى نازل الزاويه عند كوعك 90 وتطلع. طبعا الاداء بتاعك يكون بطيء على قد ما تقدر، تنزل على مهلك تطلع على مهلك. وفي حاجه تاني، ما تخليش البار لورا قوي بحيث تنزل مثلا على رقبتك كده بتحط كتفك في وضع خطر وتزود الضغط عليه، لا تحت سنه بحيث يكون كوعك قدام شويه، ما تفتحش كوعك على الاخر كده، تضم كوعك قدام شويه تطلع. وتاني شكل معانا في تمرين النهارده هلعب دفع بالدمبل على البنش فلات. من اول الطلعه حاول وانت طالع بتزق بركبتك بحيث تساعد شويه في اول عده عشان لو وزن عالي تعرف تطلع بيه. بعد كده زي ما قلنا في الشكل اللي فات، ما افتحش كوعي لبره والعب كده بحمل على الكتف اكتر، لا كوعي قدام سنه واطلع. وانا نازل بقى ما انزلش كده بالدمبل اخلي الدمبل لازق في صدري، لا بوسعه لبره شويه بحيث تحت برضو زي ما قلنا في الشكل اللي فات كنت زاويه كوعي قريبه من 90 كده، مش كده، لا كده تحت. وانا طالع ممكن اضم فوق شويه مفيش مشكله وانزل. اهم حاجه برضو يكون الاداء بطيء شويه، لكن ما العبش بسرعه كده. لو لعبت بسرعه كده طبيعي البالانس عندك مش هيبقى مظبوط قوي، فممكن ما تظبطش كل الحاجات اللي قلنا عليها دي. وتالت زاويه معانا في تمرين النهارده هنلعب سوبر سيت. السوبر سيت ده انا بحبه جدا، وكمان هو في تمرينة الشخصيه اللي انا بلعبها حاليا، وهو هيبقى الباتر فلاي، الفراشه في الدبس او المتوازي. بس قبل ما ابدا على اي جهاز عايز اتاكد الاول ان الكرسي مظبوط والجهاز نفسه مظبوط. ونبص على الوزن نتاكد ماشي. نبدا. اول ما ابدا اول حاجه اعملها اقفل السكابيولا ورا، اقفل عظمتين لوح الكتف الزقهم في بعض ورا، افرد صدري كده وما افتحش كوع على الاخر ولا يبقى ضيق، لا في النص، اسيب تانيه بسيطه وابدا. برضه وانا راجع ابقى متحكم في العده السلبيه، ما اسيبش الجهاز هو اللي يتحكم فيا وارجع مره واحده كده، لا هتضيع الاستفاده من نص العده. حاول ترجع على مهلك، تتحكم في الجهاز، تقفل. وبرضه في غلطه تاني بتخليك ما بتحسش بالجهاز ده، والصراحه في ناس كتير بتعملها، وهي ان ممكن اكون اول كام عده اظبط ظهري، بس بعد كده مثلا بعد كام عده تلاقي كتفك نزل منك كده وعملت كده وبوظت الاداء بتاعك بعد كام عده.
لما كتفك يكون كده انت بتحمل اكتر وبتدخل عضلات الكتف معاك في الحركه، فحاول طول المجموعه يكون صدرك مفرود وكتفك ورا. هخلص الفراشه واجي على الجهاز ده على طول سوبر ست، ولو الجهاز ده مش موجود عندك ممكن اعمله عادي على المتوازي وانا واقف. وقبل ما ابدا لازم اتاكد الكرسي مظبوط والجهاز مظبوط والوزن مظبوط. في بقى تركيه مهمه جدا لازم تكون بتعملها هنا عشان تحس اكتر بالبنش. قبل ما تبدا حاول تخلي ظهرك مفرود بس، وهو مفرود زي ما هو كده تطلع قدام شويه وهو ظهرك مفرود. اوعى مثلا تتني ظهرك كده تطلع قدام كده، لا، افرد ظهرك الاول على الجهاز، بعد كده وهو مفرود زي ما هو تطلع لقدام شويه وظهرك مفرود وتنزل. بص كده هتشغل معاك اكتر البنش. التراي تشتغل معاك بنسبه صغيره عكس لو كنت عملت كده. بص كده انت كده بتلعب تراي والبنش هو اللي شغال معاك بدرجه صغيره. بص كده وبص دي. وما تنساش لو عاوز تشتري مكملاتك الغذائيه من مكان مضمون يبقى دكتور فيت ستور، وكمان ممكن تستخدم كود دكتور فيت 5 وهتاخد خصم 5% على توتال الاوردر بتاعك. وهحط لكم كل التفاصيل دي في الديسكريبشن تحت، وهتلاقوا لينك الستور برضو في الديسكريبشن، ومتاح الشحن لجميع المحافظات. وبكده نكون خلصنا اشكال البنش معانا وهنروح على اشكال الكتف. واول شكل معانا في الكتف هيبقى الرفرفه الجانبي بس وانا قاعد. وليه اخترنا الشكل ده واحنا قاعدين؟ عشان بيبقى فيه عزل اكتر وبتفصل عضلات الحوض وباقي جسمك عن الحركه، ونسبه انك تتشيت او تيجي قدام وورا شويه وانت بتلعب وانت واقف هنا هتقل شويه، هتبقى مركز اكتر على الكتف. يعني وانت واقف مثلا بتطلع ممكن تقعد تيجي قدام وورا وتدخل معاك عضلات تاني كتير قوي في الكتف، لكن وانت قاعد هنا صعب تتحرك كتير، بس ممكن هنا تشيل وزن اقل شويه من وانت واقف. ليه بقى؟ اللي يعرف السبب ممكن يكتبه في الكومنتات تحت ونشوف الموضوع ده مع بعض. وانت بتلعب بقى ما تخليش كوعك ولا مفتوح قوي ولا ضيق قوي، وانت طالع بتطلع بكوعك الاول قبل الساعد او الريست كده، مش كده. بص كده، عشان في ناس كتيره جدا بتعمل نفس الغلطه دي. حاول طبعا تكون فارد ظهرك، وحاول طبعا ما تتمرجحش عشان هنا هتحمل على القطنيه على طول. وخامس شكل معانا في تمرينة النهارده وتاني شكل في الكتف هيبقى الرفرفه امامي بالحبل على الكابلات. اول حاجه تخلي الكابل تحت خالص وتبدا. اهم حاجه هنا برضو بلاش مرجحه كتير قدام وورا. وانت طالع تحاول تطلع على مهلك، وانت نازل تنزل على مهلك، تكون متحكم في الشكل والوزن، لكن بلاش دي. بعيدا ان انت ممكن ما تشغلش الكتف الامامي بس وتشغل معاك عضلات تاني كتير، هتحمل برضو على القطنيه، ولو حط وزن تقيل مره في التاني في التالته ممكن يحصل اصابه بعد شر في القطنيه. فانت لو قللت الوزن حاجه بسيطه بس ظبطت الاداء بتاعك هيبقى افضل ليك 100 مره. وبكده نكون خلصنا تمارين البنش والكتف امامي وجانبي. هنروح دلوقتي بقى على الترايسبس. هلعب الروب اوفر هيد اكستنشن بس وانا قاعد على الكابلات. هنخلي الكرسي قريب من الكابلات وننزل الحبل تحت خالص ونظبط الوزن. ولو هتبدأ بوزن عالي ممكن تخلي حد يساعدك في أول عدة. هقول لك بقى على كام تركاية تخلي بالك منها عشان تحس بالتراي حلو قوي. أول حاجة الشكل ده بيركز أكتر على اللونج هيد في التراي. طيب عشان أعمله صح بقى، أول حاجة وأنا طالع كوعي يبقى جوه ما يفتحش لبره كده، كوعي يبقى جوه، وانزل تحت خالص أعمل فول ستريتش على اللونج هيد وأطلع. برضو ما تعملش بسرعه كده. في الشكل ده بالذات لو عملت بسرعه مش هتحس بالتراي ولا اللونج هيد. تنزل على الاخر وعلى مهلك وتعصر فوق. وسابع شكل معانا في تمرينة النهارده والاخير هو بوش داون للتراي بالمسطره الزجزاج دي. لو مش موجود عادي ممكن تعمل المسطره العاديه. عشان تحس برضو بالتراي هنا حاول تعصر تحت مثلا 2 أو 3 تطلع على مهلك. انك تعمل بالاداء ده وتثبت تحت وتعصر التراي 2 أو 3 ده اهم بكتير قوي من الوزن. يعني انت لو حطيت وزن عالي قوي وقعدت تعمل بسرعه
مش هتستفاد قوي زي لما تقلل الوزن حاجه بسيطه بس تلعب اداء 100 100. العضله عندك كده بتستفاد اكتر، وكمان خطر الاصابه بيقل وبيبقى راحه اكتر على المفاصل. طيب وايه الفرق لو مسكت كده او كده، سوباينيشن جريب او برونيشن جريب؟ لو حد يعرف ايه الفرق بين الاثنين وفي فرق اصلا ولا لا، لو حد يعرف ممكن تكتب في الكومنتات تحت ونشوف الموضوع ده مع بعض برضه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. خدنا تمرين بوش اتمرنا فيها البنش والكتف الامامي والجانبي والتراي. خلي بالك من التريكات اللي قلناها في كل تمرين والغلطات اللي قلناها، وحاول تستخدمها وتبدا تضيفهم لتمرينك الجايه. ولو في اي حاجه فاتت منك ممكن تجيب ورقه وقلم وتسمع الفيديو تاني وتسجل فيه كل حاجه. ولو عندك اي سؤال في اي تمرين او عايز نصور تمرين معين ممكن تكتبه في الكومنتات تحت ونجهزه ونصوره على طول. ولو وصلت لحد هنا وعجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيه عشان تجيلك الحلقه اول ما ننزلها. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.